عندنا السبل والطرق للتأكد من أولئك الذين يتحايلون والذين هم فعلا في أمس الحاجة إلى هذا في أحد الأحياء هنا في ولاية وهران انتهينا من العملية تاع التحقيق الأسبوع الماضي، تقريبا 100 سكن شاغرة سون لوجمون فيد يا جماعة، 100 سكنة فارغة، 100 سكنة فارغة، وتقريبا 100 عائلة، 100 سكنة واحدة أخرى اون سو لوكاسيون مكرية، والباقي هم المستفيدين. ولكننا نقول لكم باللي باش اللي مكري واللي فارغ هو تقريبا ضعف اللي راهم ساكنين، وهذو كل رايحة تتخذ ضدهم إجراءات القانونية. كل السكنات الفارغة ستسترجع، وكل السكنات اللي راهي اون سو لوكاسيون كذلك لي سو لوكاتير الكل يتم طردهم وستسترجع السكنات. اللي حب يدير بزنيس واللي حب يدير التجارة موش بالسكنات نتاع الدولة، يدير ترقية عقارية ويكري ربي يسهل عليه، ولا يروح يشري السكنات بدراهمه ويكريهم وربي يعاونه. إلا هضرت معاه أنا ما نسواش، ولكن باش تدي سكن اجتماعي ومن بعد تروح تكريه، ما لنا نريغولاريزي اللي راه في ساكنه في اللي راه ساكن فيه إلى موش مستفيد، اللي راه ساكن فيها الريغولاريزي إلى موش مستفيد، وانت نحي كاع. هذا العمل تاع التحايل، والعملية ستعمم، والعملية ستعمم على كل الأحياء. الناس اللي طرح لهم باطمة الطليان كذلك في عمل، وموش عمل نتاع سلطات محلية، يكون فيه عمل قضائي au niveau des bâtiments الطليان. Il y aura une enquête judiciaire. Et je vais aller très très loin avec. نحن ندرك إدراك اليقين باللي باش العديد من الأشخاص اللي تم باعوا، والعديد من الأشخاص راهم كاريين، والعديد من الأشخاص غير مقيمين وإلى غير ذلك. فنقول ونزيد نعاود كفانا تحايل. حان الوقت باش الإنسان اللي موش في حاجة لحاجة ألا يروح يزعم خوه اللي راه في الحاجة.